ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس باللحمة المفرومة وكمان الكوسة باللحمة المفرومة. هي اكلة جميلة وسهلة ولذيذة وفي 10 دقايق بتكون خلصانة. اول حاجة هنعصج اللحمة، والطريقة ديت يعني اعتمدوها في اي عصاج انتوا عايزين تعملوه. اي حاجة تتعصج فيها لحمة الطريقة دي جميلة جدا. اول حاجة احنا بنحط معلقة زبدة او سمنة او زيت اي حاجة، ونحط اللحمة بتاعتنا المفرومة وبنقلبها ونحط معاها ملح وفلفل اسود مثلا شعرة قرفة، حبهان مطحون كده، وبنقلبها كويس. وبعد ما بنقلب اللحمة الاول بنحط بصل وفلفل وقوطة، وممكن نحط زيتون مخلي كمان، وممكن نحط فلفل الوان. يعني احنا بنحط اضافات كتير هي بتبقى كويسة جدا. انا حباه هنا اهوت، انا طحنته في الهون وشلت الورق الاخضر علشان طبعا هو بيضايقنا في الاكل، وبعدين حطيت القلب بتاعه. بعديها انا ضفت البصل وسبته مثلا شوية برضو كده ان هو ياخد حاجة بسيطة كده مع اللحمة. وبعد شوية حطيت عليه الفلفل الاخضر وبرضو قلبت، وشوية حطيت القوطة وقلبت بس، والزيتون. وبيبقى كده عندنا احلى لحمة مفرومة. ممكن مثلا ان هي نستخدمها في عصاج مكرونة بشاميل، هنحشي بيها حاجة زي كده النهاردة اهو الزيتون، زي مثلا البطاطس والفلفل او اي حاجة بقى. مثلا الرقاق اللي هو بتاع العيد دوت، او الرقاق اللي احنا عامة يعني بنعمله في العيد ده بتبقى حلوة قوي قوي فيه. جلاش، لازانيا، اي حاجة بنحط فيها لحمة مفرومة الطريقة اهي فل جدا، اعتمدوها بقى اهي. وبعدين انا بجيب البطاطس اللي هي زي كده مش بسلقها ولا اي حاجة وهي لسه نية، بقورها بنفس الطريقة ديت كده. والحشو بتاع البطاطس او التقوير بتاع البطاطس اللي هو في النص دوت انا بحطه تحت في الصينية من تحت. وبعدين بجيب اللحمة المفرومة اللي انا عملتها عصقتها دلوقتي، هحشيها بقى في البطاطس كلها. هعمل كده صينية البطاطس كلها تقريبا دوت مثلا حوالي كيلو وبطاطسيتين ولا حاجة. المقاس ده كويس، او عايزين تعملوها اكبر ماشي، بس هي المقاس ده بيبقى حلو يعني بتبقى متناسق البطاطس مع طعم اللحمة. ماشي. البطاطس نية، مش معمول فيها اي حاجة ولا واخدة نص سلقة ولا اي حاجة، البطاطس نية بس. هحشيها كلها، وبعد ما اخلص حشوها كله هعمل برضو الكوسة بنفس الطريقة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا هنا خلصت تقريبا البطاطس، والصينية كلها بسرعة جدا ما بياخدش دوت خالص اي وقت. وهعمل برضو الكوسة. هوريكم ازاي عملت الكوسة، اللي هو يعني انا هو بقور الكوسة عادي كأني هحشيها رز، كوسة عادية خالص. وبعدين المقور ده جميل، هو انا بقور بيه اول مرة وبعدين بنضف بقى بالمقور التاني ده بس كده. هحشي برضو الكوسة زي ما حشيت البطاطس واخلص الحشو بتاع الصينية كله. وبعدين بقى هحط الاتنين عليهم طماطم، عصير طماطم، واحطهم في الفرن. لو انا مستعجلة والفرن مثلا بتاعي بيسويش من فوق ومن تحت كويس، فانا هعمل ايه؟ ممكن احطها تغلي على النار من فوق غلوتين بس كده، اتاكد ان هما يعني هتبقى مستويه كويس، واقوم حطاهم في الفرن. عشان كده انا عملتهم في تيفال، ما عملتهمش في بايوريكس، علشان اخليها تغلي غلوة على النار الاول. صبيت عصير الطماطم، وبقية اللحمة المفرومة حطيتها برضو على الوش، مروش البطاطس. وادخلهم هخليهم يغلوا الاول على النار وادخلهم الفرن. انا هنا خليتهم يغلوا، وبعدين حطيتهم في الفرن، ولما ابتدوا ان هم يخشوا على سوا كده حطيت على وشهم جبنة رومي.
وهنا طلعتهم كانت استوت بقى خالص. مش قادرة اقول لكم على جمال الريحة والطعم، بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا، يا رب تعملوها وتعجبكم وتتبسطوا وانتوا بتاكلوها. وما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي مطبخ دودي، بنعمل اكل بالحب ونجدد نيتنا خالصة لله، وبحبكم.